والله يا تركي فعلا أنا أبغى مسيار، لكن بحكيها لك قبل ما راح أسوي الغداء. السالفة أخذت رقم خطابة اسمها أم محمد، وكلهم الخطابات لقيتهم في زي ما تقول حصلتهم في الجوالات مرسل إنها حوالي 40 كلهم أم محمد أم محمد. صدفة تلقى أم فلان، وقعد أتواصل مع واحدة أسبوعين تدعي لي بالتوفيق، وحقيقة يتهيأ لي إني حبيتها قبل المدام. المهم قالت تعال جدة، وأروح جدة طال عمرك وقابلها في الكورنيش، وجايبة معها بنت لا إله إلا الله كأنها من حوريات الجنة، استغفر الله العظيم. والله وأخسر ذيك الليلة 100 ريال في الكورنيش، عصيرات وكلام فاضي، ونروح الكازينو نعسل. أنا انبسطت يوم شفت المدام هذه الصغيرة البنت عمرها حوالي 25 تعسل، جلست هي والخطابة مقابلني، وأنا ما في إلا أطلب معسل. الحجر ب75، كل غيرنا من مرتين أحجار وعشاء دبل وعصيرات. المهم مغطوني 500، وعندي شفتها كأنها ريال. وطالع لي الخطابة هذه والبنت هذه جالسة جنبها لا إله إلا الله، كلما شافت الخطابة تروح يمين طالعت لي وقرصت الله، وركبي كل ركبة تدق في الثانية. يا رب يا رب وصلني. قالت أنا بس أبغاك محرم لي، أنا عندي سيارة وأنا ممرضة، بس تروح وتيجي معايا. قلت لها سلوه السيارة أنا اللي بمسحها وكل شيء، وعندي دورة شيف وعندي دورة غسيل ملابس، يعني نتقرب نتودد مقدما. وتضحك، كل ما ضحكت أريت السماء ينفلق، أقسم بالله العظيم. والله ويوم انتهينا قعدنا من العصر إلى الساعة 9 في الليل. أعطيتها النصابة هذه 100 خطابة 2000 ريال. بعدين أنا بدون سيارة، هم مروا علي بكريم، وبعدين ودوني إلين الشقة حقتي اللي أنا مستأجر فيها، وراحوا قال خلاص قالت الخطابة بنستمر أنا وياك بالاتصال، وبعد أسبوعين أرجع لي. قلت طيب. والله أقعد كذا يومين كذا، وبعدين أروح الديرة حقتنا في منطقة جيزان، منطقة مكان اسمها الشقيق. والله أول أسبوع وهي تتواصل معي الخطابة كيف الحال. الخطابة كبيرة عمرها 40، بس أنها حلوة ما شاء الله عليها. أنا أعجبت أنها جابت البنت هذه، وأعجبتها في الخطابة. وانتهى الأسبوع أدق عليها جوالها مقفل، شهر أدق عليها، وبعد الرد علي واحد سوداني من وادي الدواسر راعي إبل. هل يزر إيش تبغى؟ أهلي يتصلوا بي من السودان يبغون فلوس، دارين يبغون فلوس، وأنت تتصل بي إيش تبغى؟ قلت هذا جواله. قال إيه، وأنا توي مطلعه قبل حال 10 أيام. يا هو قال والله راحت 2000 حق أخوك الصقر، لا علموني وين بيتهم ولا شيء، وأنا بيني وبينه خقيت لما شفت العروسة هذيك. أثارهم مجموعة نصابين، الخطابة تجي معاها بنت كذا وتقابلك هذا اللي تبغى الزواج مسيار، وتخليك تستمتع بعينك بس بنظرك وسؤال، وبتخسرك 600 700. المهم إلى الآن باقي تقول نار في قلبي. على الطول من جدة رحت مكة، خدت عمره ودعيت عليها الله لا يوفقها. وقالوا الشيوخ قالوا لازم ترجع الميقات، قلت ما أنا راجع. قالوا عليك إراقة دم، فإني أذبح دم. ذبحت خروف عشان ما أرجع الميقات مرة ثانية. فهذه الحالة المأساوية اللي عشتها.